تتحصل على ضربة جزاء بطاقة صفراء لحارس الافريقي ايمن بن ايوب. والتسجيل الهدف الاول للشبيبة القيروانية في 47 دقيقة لعب. نوفل اليوسفي قلب الهجوم ينجح في افتتاح التسجيل للشبيبة القيروانية هنا في الملعب الأولمبي بالمنزه. التقدم للشبيبة بهدف بإمضاء نوفل اليوسفي. الآن إن شاء الله نشوفوا النسق نتاع المباراة وتسجيل الهدف هذا. إن شاء الله النسق نتاع المباراة يولي أحسن، لأنه تو الآن النادي الإفريقي مطالب باش متواصلة على أمل تعديل النتيجة. أليكسيس موندومو تغطية من دفاع الشبيبة، تضرب في حمزة المسعدي وتبقى للإفريقي بعد تدخل من في داخل المنطقة. إيزيكيل والهدف، هدف التعادل من إيزيكيل. تشادي إيزيكيل في لقطة وفي خطأ أول من دفاع الشبيبة منذ انطلاقة المباراة ينجح في تعديل النتيجة لصالح الإفريقي في توقيت 67 دقيقة لعب. هدف التعادل لصالح الإفريقي أمام الشبيبة، ويتعادل الإفريقي والشبيبة في هذه الآونة من المباراة. شوف الكر في العمق يجيبوا الخطر ويتعمل على المراوغه الفنيه نتاع لاعب، لمسه فنيه نتاع لاعب. انتظرنا لمسه فنيه نتاع لاعب خذاه هو قوه شخصيه، خذاه على عاتقه ومشى لقدام. فهمت؟ مشى لقدام. هذا سجل هدف. ابداد كان من نوفل اليوسفي يبحث على بدوين، لكن طويله كورته خطأ ياخذها الحارس ايمن بن ايوب. اللحظات الاخيره في هذه المباراه خطأ من بلال السويسي. فما مخالفه فما هدف. يحتسب الهدف الحكم، يقول هدف سمير الهمامي، هدف ثاني لصالح الافريقي. شخصيا ما ثبتش حتى في اللاعب لاني ظنيت رفع يده كانه فما مخالفه او تسلل. يحتسب الهدف. سأحاول التركيز أكثر في الإعادة مع الحكم قبل أن نكمل المباراة. يطالب باللاعب. ما ثم حد شيء مبدئيا، ما ثم حد شيء. محمد علي اليعقوبي هذه الإعادة ما يلمسش الحارس. هدف لصالح الإفريقي بإمضاء محمد علي اليعقوبي في 89 دقيقة لعب. هداف الافريقي محمد علي اليعقوبي في هذه البطوله. الهدف الثاني لمحمد علي اليعقوبي. الهدف الثاني لمحمد علي اليعقوبي في هذه البطوله. Amor, amor, por favor, sé campeón.